وعلى ما تسخن افضل انا احاول لحد ما هي تسخن، لا انا كده بعرض العنصر الالكتروني بتاعي للتلف. دي التركية اللي بقولك عليها. لما تسيح عليه قصدير جديد كده انت كده بتجبره يسيح كل القصدير الجديد والقديم. بفكرك إن القناة عليها قوائم تشغيل مرتبة للمبتدئين من أول الأساسيات ولحد الاحتراف في كل ما يخص الهندسة والصيانة العامة. أنا أحمد داوود، دكتور هندسة. دكتور هندسة. في الفيديو ده هنشوف ازاي بنتعامل مع البورد الالكترونية، ازاي بنفك العناصر الالكترونية منها وبنلحم العناصر الجديدة. يعني البوردتين دول البوردة منهم اسمها بريدج. البريدج ده موجود في الكنترول بتاع المصعد او الاسانسير. وظيفة البريدج ده ان هو بياخد تيار متردد وبيحوله لتيار مستمر. يعني حاجة كده في المصاعد، لو حابين لما نتكلم نعمل كورس كامل عن موضوع المصاعد بعدين يعني، بس لو حابين لازم تقول لي، لكن لو ما قلتليش مش هينفع ان انا احط محتوى المصاعد في القناة علشان ما يبقاش تعدد محتويات. المهم احنا مش بصدد ان احنا نشرح البوردة دي او مش بصدد ان احنا نشرح الكترونيات، احنا بس عايزين نعرف ازاي العنصر التالف بشيله وازاي بركب عنصر جديد وبلحمه بطريقة سهلة وبسيطة. انا جايب لك بوردتين علشان اقارن لك بينهم، واحده سليمه وواحده تالفه. البورده دي في منها اللي بتاخد 60 فولت وفي منها اللي بتاخد 110 فولت، لكن 220 تقال عليها، فانا عشان كده عملت الدايره دي. انا هنا عامل دخل 220 فولت، ولكن انا حاطط الترانس ده علشان يدخل تيار هادي على البورده، لان البورده دي مش هتستحمل 220 فولت، فالترانس بيطلع 8 فولت. يعني المتاح دلوقتي مش مشكله، انا بس عايز اوريك الفكره. شوف انا لما دخلت التيار ال 8 فولت متردد على الكارتة، اللمبة دي نورت اهي، معناها ان البوردة دي سليمة. لكن لو اخدت البوردة دي كده، البوردة دي تالفة. شوف لما هدخل التيار المتردد عليها اللمبة مش منورة والفولت نزل بقى 1.8 فولت. تاني هجيب لك الكارتة السليمة، لاحظ دول 8 فولت اهم، وهحط الكارتة السليمة، هتلاقي اللمبة نورت وال8 فولت زي ما هم. يعني في هنا داخل 8 فولت تمام، وبيخرج من هنا بقى التيار المستمر. التيار المستمر ده علشان في المصعد وكده بيبقى فيه فرامل وفيه دوائر امان وريليهات وحاجات من كده بتشتغل بالتيار المستمر ده. ملناش دعوه بالكلام ده كله، انا بس حبيت اثبت لك انه في بوردة سليمة. دي انا خلاص مش هشتغل عليها، لكن البوردة دي اللي هشتغل عليها، دي اللي فيها العناصر التالفة. هفحص في السريع كده ايه العناصر التالفة دي. موحدات، هجيب على وضع قياس الدايود، دي الموحدات سليمة. ده تالف وده كمان تالف، ادي 1 2 تالفين. ده برضو تالف وده تالف، الأربعة دول تالفين. طيب وهنا ده سليم، ده سليم، يعني صف الموحدات ده سليم وصف الموحدات ده تالف. عليا ان انا افك الموحدات دي او الديودات دي واركب ديودات جديدة مكانها. جبت ديودات جديدة اهي، الديودات دي سليمة، انا فكيتها من كارتة قديمة عندي. انا ليه فكيتها؟ علشان بصراحة كسلت اروح اشتري ديودات جديدة، المكان سوق القطع الالكترونيه بعيد عني يعني، فكسلت اعمل المشوار ده بصراحه. فكارتة زي ما انت شايف متبهدله اهي، وفكيت منها. كانت الديودات دي كانت هنا استها ولقيتها سليمه، قلت اخدها انا اولى بيها. ودلوقتي بقى هنبتدي الدرس بتاعنا، وهو ان احنا ازاي هنفك الموحدات التالفه دي وازاي هنلحم الموحدات دي فيها بطريقه بسيطه. اول حاجه دي مساكة الكترونيات انا عاملها بنفسي، ودي اهم حاجة هقولها لك في الفيديو ده. المساكة الالكترونيات اللي شبه دي لو اشتريتها هتلاقيها غالية شوية، لكن انا بفكرة بسيطة عملت حتة خشبة وحتة خشبة وحتة خشبة وربطت بينهم بالزاوية المعدن دي، حاجة بسيطة يعني. ولفيت على الخشب لفيت شكرتون عشان المنظر العام يعني. هنا عملت بتاعت خرطوم كهرباء في جلبة بتاعت كهرباء بلاستيك علشان اعلق عليها القصدير اللي هلحم بيه. وعملت المشابك دي اللي هي المشبك اللي اسمه التمساح، بتجيبه من اي حد بتاع الكترونيات رخيص يعني. والمشبك ده برضو، المشابك دي برضو
دي هي اللي هتمسك البوردة بتاعتي. الموضوع ده مش مكلف، بحاجات قديمة عندك ممكن يتعمل، احسن ما تشتري مساكة. لو اشتريت مساكة زي ما اقولك مش هتبقى رخيصة خالص يعني. تحط البوردة بالمنظر ده وتتعامل براحتك. انا هحط البوردة هنا وهبتدي بقى افك. احنا قلنا الاربع ديودات دول هم اللي تالفين، وعلى فكرة ممكن يكون واحد منهم هنا وواحد منهم هنا تالف، فمرجع القفلة على التاني. يعني ده ممكن يكون تالف وده سليم، بس تلاقي ده بيدي قفلة على الافوميتر لان ده بيرجع القفلة عليه. فاحنا هنفكهم ونفحص ونشوف بره، هنشوف مين فيهم اللي تالف ومين فيهم اللي سليم. رجول الديود اهي. بجيب المكوة. مهم بقى ان انا اكون موصل المكوة في الكهرباء من بدري شوية، مش من بدري قوي، بس ان هي تكون خدت حرارتها كاملة. يعني انا ما احطش المكوة في الكهرباء وعلى ما تسخن افضل انا احاول لحد ما هي تسخن، لا انا كده بعرض العنصر الالكتروني بتاعي للتلف. لا انا سخنها على الاخر بحيث ان انا ما اخدش وقت طويل في فك العنصر، او بمعنى صح ما سلطش المكوة كتير على العنصر. ده حاجة اسمها فلكس او مساعد لحام. بص بيسيح كده، ده عشان احطه على الحاجات المجنزرة دي بحيث ان هو يسهل عملية فكها. يعني مش هقول لك مهم قوي، لكن هيساعد معاك الدنيا يعني. بسخن كده على الرجل كده باستخدام المكوة. طبعا عشان المكوة سخنة بقالها فترة فهتلاقيها بسهولة بتسيح القصدير. وهي بتسيح كده اشفط بالفاكيوم دي او شفاطة القصدير دي ايا كان اسمها بقى. افضل اسخن واشفط على قد ما اقدر. بفضي حوالين الرجل خالص. العنصر وقع لوحده. دلوقتي فكيت الثلاث ديودات، هنا فاضل الرابع فقط. 3 دول اهم فكيتهم وفاضل الرابع فقط. قلت افكه قدامك علشان في تركايه عايز اقولك عليها برضو. بس قبل ما ادي ال3 ديودات المفروض ان هما كانوا بيدوا معايا على الكارتة ان هما فيهم قفلة. لو جيت اختبرتهم بره كده ده فعلا في قفلة. طيب وده سليم، وده سليم ايضا. يعني الاتنين دول كويسين، لكن ده فيه قفلة. فطبعا ده رد على زميله من دول. ده برضو اكيد فيه قفلة لان الاتنين هنا كانوا مدين قفلات. فانا هشيل ده على جنب، ده كده خلاص تالف. ودول سلام هسيبهم مع اخواتهم هنا. هفك الرابع ده بقى. هنا اللي كنت عايز اقولك عليه ان انت ممكن من غير فلكس، لو موضوع انك تسيح القصدير اللي هنا صعب، لو القصدير قديم ومجنزر وكده يعني، فممكن تسيح عليه قصدير جديد. لما تسيح عليه قصدير جديد كده انت كده بتجبره يسيح كل القصدير الجديد والقديم. شوف هنا بقى انك تسيح القصدير بقى سهل ازاي. طيب ابتدي بقى ايه، اشفط القصدير واكمل فك العنصر ده. انا بدوس على الرجل كده بشكل عمودي كده. بيبنز بقى افك الرجل. تمام. تعالى كده نختبر الدايود ده، بس هو غالبا هيطلع فيه قفله. هو سخن مش عارف امسكه. في قفله فعلا. انا كان عندي 2 دايود فيهم قفلات، واحد في كل صف. يعني كان في دايود هنا عليه قفله رد على زميله،
وكان في دايود هنا عليه قفله رد على زميله، فانا بضطر ان انا افك الاربعه عشان اشوف مين فيهم في قفله. ونبتدي نلحم بقى 4 دايودات جديده. هو هنا على البورد على فكره قايل لك فين اتجاه الدايود الصحيح، يعني الشرطه دي اللي هي زي الشرطه دي اللي هو اتجاه السالب يعني، او مكان السالب بتاع الدايود. حط الشرطه مع الشرطه كده. انا حطيت ال4 دايودات مكانهم، هبتدي الحم عليهم بقى. ابتدي الحم، باجي على النقطه بتاعه الرجل، وزي ما انت شايف كده زاويه 45 من هنا وزاويه 45 من هنا، السن على السن بالظبط. وبكده انا لحمت العناصر مكانها. اجرب الكارتة على الكهرباء. هنا في كهرباء 8 فولت تيار متردد، ادخلهم هنا. اللمبة نورت والفولت زي ما هو، اللمبة منورة اهي. يبقى كده الكارتة أصبحت سليمة بعد ما استبدلنا العناصر التالفة. أرجوك ما تنساش والدي ومحمود أخويا من صالح دعائك، ولو استفدت مني حاجة يا ريت تدعي ليا وليك بالصحة والستر وراحة البال والهداية للطريق الصحيح والمستقيم.